السلام عليكم. المنتخب المغربي تحت 17 سنة في لقاء مهم أمام المنتخب الياباني. المنتخب المغربي الفائز بكأس إفريقيا الماضية تحت 17 سنة، والذي تمكن من الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2023 تحت 17 سنة، على خطى المنتخب المغربي الأول وكذلك منتخب المحليين الذي توج بكأس إفريقيا للأمم للمحليين للنسختين الماضيتين، وكذلك المنتخب المغربي للشباب الذي تألق في كأس إفريقيا الماضية أين فاز بها المنتخب المغربي. كذلك المنتخب المغربي تحت 20 سنة، والذي توج بكأس العالم تحت 20 سنة في المباراة النهائية أين فاز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدفين مقابل صفر. مباراة قوية بين المنتخب المغربي والمنتخب الياباني الذين سبق لهم المواجهة في شهر جوان الماضي، حين تقابل المنتخبان في مباراة ودية. المباراة التي فاز فيها المنتخب الياباني بنتيجة هدفين مقابل صفر. الشوط الأول انتهى لمصلحة المنتخب الياباني بنتيجة 1-0، ليتمكن المنتخب الياباني عند بداية الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثاني، أين انتهت المباراة بهذه النتيجة. تلك المباراة لا تعكس أداء المنتخب المغربي ل17 سنة. الجماهير المغربية تنتظر المباراة على حر من الجمر لنرى المنتخب المغربي في هذه المجموعة أين يتقابل مع منتخب البرتغال كذلك، وأيضا منتخب نيو كاليدونيا الجديدة. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي لملء التتويج بهذه النسخة من كأس العالم للشباب أو للناشئين 17 سنة إن شاء الله.